السلام عليكم. قبل ما نبداو السرد ديال الجزء الثاني من الروايه بغيت نتوجه بالشكر الجزيل للاستاذه ايمان نظيفي، هي الكاتبه ديال الروايه. من بعد الجزء الاول تواصلت معها باش انني نقوم بالسرد ديال الاحداث ديال الروايه. وافقت ورحبات بالفكره، الامر اللي غادي يخلينا نخدموا مرتاحين وبدون مشاكل. وحاجه واحده اخرى اللي مهمه هي بلا ما نبدل حتى حاجه في الاحداث ديال الروايه. نخلي لكم انستغرام ديالها هنايا، الا دخلتوا غادي تلقاو الرابط عندها باش تقدروا تاخذوا الروايات والاصدارات ديالها كاملين. وشكرا لك مره اخرى استاذه ايمان. ليله الرعب التي تطاردني. من بعد كاع الاحداث اللي طراو كان داك النهار عامر بالاحزان وما قدرتش حتى نواسي الوالده ديالي، وحتى انا كنت محتاج اللي يخف عليا الصدمات اللي تعرضت ليها. تكيت في داك السرير الملعون على امل ان غدا غادي يكون احسن من اليوم. ما بقيت حاسس بحتى شي حاجه كدور حدايا. داز واحد شويه ديال الوقت، حليت عيني بشويه لقيت البيت مظلم، ولكن انا خليت فيها الضو شاعل. علاش مظلم هذا؟ نط من السرير وبقيت غادي بشويه حتى وقفت بالزربه منين حسيت بشي واحد تيتنفس هنايا مورايا. درت مختلطين عليا المشاعر ما بين الرعب والصدمه. شكون اللي كاين هنا؟ مديت يدي للبلاصه فين حط التليفون، ولكن حسيت بالتبوريشه منين قص واحد اليد لازجه، الامر اللي زاد ضعف مشاعر الرعب في قلبي. غوت بالجهد اللي عطاني الله وانا باقي كنقلب على التليفون. منين لقيتو شعلت الفلاش ودورت باش نشوف البلاصه اللي كانت فيها ديك اليد. الغريب هو انني ما لقيت حتى شي حاجه تما، وما لقيت شي حاجه كتدعي انني نشك بلي كان معايا شي شخص في ديك الغرفه. مشيت باش نشعل الضو حيت وليت كنخاف من الظلام، ولكن مع درت كنلقى واحد الشخص واقف قدامي وكيبتسم ابتسامه غريبه. سولته بالزربه ومخلوع شكون انت؟ ما بغاش يجاوبني وبدا تيقرب ليا بشويه، وهو تيقرب وانا كنرجع اللور بالزربه، ولكن بالزربه وصلت للحافه ديال الناموسيه ووقفت بلاصتي. هو ما وقفش، بقى كيقرب عندي بشويه بشويه. ديك الابتسامه ديالو بدات كتحول لمرعبه اكثر فاكثر. شويه الملامح ديالو بدات كتبان وكتقرب للشخص اللي كنعرف. هذا هو بائع الكتب اللي شريت منه داك الكتاب الملعون. قرب لي حتى قربت لاصق عيني بعينيه ويقول لي بواحد الصوت اللي خلى الجسم ديالي كامل يتبوج. قال لي انت اللي فتحتي البوابه ديال العالم ديالنا، غادي تكمل القرايه ديال الكتاب ولا؟ جاوبتو في البلاصه. قلت له ولا شنو؟ كان الجواب ديالي جريء، ولكن الرده ديالو كانت اكثر جرأه، حيت نقص من الجسد ديالو الاشلاء وبدات الاعضاء ديالو كطير في كل بلاصه في البيت. تكيت وانا نشد راسي في القنت ديال البيت وبديت كنغوت. لا مستحيل، هادشي بدا تيتعاود عاوتاني. موراها بشويه حسيت باليد ديال شي شخص كتقيسني في الجسد ديالي، مع واحد الصوت عذب كيقول لي فوتني انير فيق، مالك شنو عندك عاوتاني؟ حليت عيني باش نكتشف بلي هذا عاوتاني كابوس اللي تسلط عليا. نط من البيت بلا ما نجاوب الخاله ديالي اللي فيقاتني. مشيت كنجري حفيان غادي وعينيا فيهم الدموع وكنجري وما عارفش فين غادي كنجري والصوت ديال خالتي بعيد كيعيط عليا انير، ولكن انا غادي كنجري وما مسوقش وكنقول خصني نعتقو. مورا واحد شويه وقفت في البلاصه اللي كنت كنعتبرها البيت الثاني ديالي، هي الحفره. غادي بشويه كانت ساره ما بين الدكاكين اللي كانت مفتوحه. غادي وكنتفكر البلاصه منين شريت داك الكتاب الملعون حتى وصلت لاخر الممر، ولكن مع الاسف كان مسدود. مشيت عند الجار ديالو اللي كان جالس في واحد الكرسي وخاشي وجهه في الكتاب وكيقرا، وانا نسولو قلت له عافاك واش ما كاينش مول هذا الحانوت؟ زعيني جاوبني وهو يقول لي لا ما كاينش، وماشي من عادته يتعطل بحال هكا. وقيلا مشى عاوتاني في شي رحله من الرحلات ديالو. قربت ليه وانا نقول له واش ما عارفش الدار ديالو، ما عارفش فين كيسكن. شاف فيا باستغراب بواحد الشوفه اللي عبرني بالزربه من راسي حتى لرجلي. قلت له ما عندك مناش تخاف، هو راهي صديق ديالي وانا محتاج ليه. عاود خشى راسو في الكتاب ويقول لي راه ساكن في الحي اللي مورا الحفره. عطاني العنوان ديالو مشيت بالزربه لتما. ولحسن الحظ انني كنت كنعرف ديك البلاصه، يعني ما غاديش نتلف. منين وصلت لديك البلاصه لقيت بزاف الناس مجموعين حدا واحد الدار. درتها بغيت ندخل، بديت كندافع معاه باطله باش ندخل، وين مد واحد يدو ويحبسني. قال لي فين غادي؟ دفعته بالجهد وانا نقول له وانت مالك؟ قال لي واش ما كتشوفش الناس مجموعين تما؟ قلت له ايه شفتهم، وشنو اللي غريب في هادشي؟ قال لي راه الشرطه هما اللي مانعين الناس ما يدوزوش، حيت لقاو واحد الراجل مقتول في دارو. جمدت بلاصتي وبقيت واقف باغي نحاول نستوعب شنو اللي طاري، حتى بدا الجسم ديالي كامل كيعرق كامل. في البلاصه طاح في بالي داك الراجل اللي باع لي الكتاب. درت عند هذاك اللي حبسني قلت لي قول لي شكون هو هذا الراجل اللي مات؟ حيد لي يديه من القميجه ديالي ويقول لي واحد الراجل كيبيع الكتب المستعمله في الحفره. بدا الجسم ديالي كامل كيترعد وكنقفقف، ركبيه ولاو هزيني غير بزز. شويه بديت كندافع مع عباد الله وكنحيدهم من طريقي وكنحاول نقرب. ما وقفت حتى بانت لي عناصر الشرطه هازين الجثه ديال السيد. بديت كنجري لعندهم وانا عيان مهلوك غير كنجر في رجلي، واخا في الحقيقه راه ما كنتش كنحس بهم في ديك اللحظه. حيدت داك ليزار الابيض على وجهه، ولكن عناصر الشرطه شدوني في البلاصه باش يمنعوني باش ما نقربش ليه. بديت كنغوت وكنشير بصبعي كنقول لهم ها هو الرمز. كنشير الرمز اللي كان مرسوم ليه في الجبين ديالو. شاف فيا البوليسي ويقول لي واش انت هبيل ولا مال؟ فجاه سمعت شي واحد اللي كيعيط من بعيد انير. درت باش نعرف شكون هو مول الصوت، حتى كنلقاه خالي وخالتي اللي تبعوني كيجريو وتشدوني. سولهم البوليسي قال لهم واش كتعرفوا هذا الشاب؟ جاوبوا خالي ويقول ليه هذا راه ولد اختي وكيدوز من الظروف اللي صعيبه اللي خلاته يخرج اليوم بدون وعي. شويه بدات خالتي كتهضر معاه وكتقول ليه عافاك اسيدي خلينا نديوه للدار. جاوبها البوليسي ويقول ليه هاد المره ردوا البال باش ما يبقاوش الهبه اللي خارجين لينا من ديورو. طلع لي الدم وبديت كنغوت في وجه البوليسي وكنقول انا ماشي هبيل، كنقسم لك حتى شفت الرمز في الجبين ديالي. شدني خالي ويقرب لحدايا وبديت يقول لي انير واش تسطيتي اش من رمز؟
زيد يلا معايا. بديت كنبكي وكنغوت تنقول لي كنقسم لك اخالي بلي راه نفس الرمز اللي كان مرسوم على اليد ديال سلمى واللي كان مرسوم على اليد ديال الاب ديالي، نفس الرمز كاين مرسوم ليه هو في الجبين ديالو. جاوبتني خالتي وهي تقول لي هذاك غير وهم، ولكن علاش كنتي كتقلب على هذا الراجل؟ قلت لهم نتوما بعدا كيفاش عرفتوني فين كاين؟ قالت لي خالتي راه تبعناك منين خرجتي من الدار وتبعناك حتى للحفره، سولنا مول الحانوت اللي كنتي سولتي هو اللي قال لنا راك كاين هنا. شفت فيها وانا نقول لها خالتي راه الكوابيس اللي كنحلم بهم كاملين كيتحققوا، هاكا طرا ليا مع سلمى وهاكا طرا ليا حتى مع الوالد وها هو طرات هاد المره مع هاد الراجل. قال لي خالي انت راك محتاج لشي طبيب. قلت ليه وطالع ليا الدم واش عند بالك زعما انا راني هبيل؟ قال لي خالي لا انت ماشي مجنون غير كتعاني من اضطرابات نفسيه. قلت لي خالي واش كضحك معايا؟ انا ماشي هبيل وما كنعاني حتى شي اضطرابات نفسيه. انا حلفت لك وعاودت وكنقسم انني كنقول لك الحقيقه. قال لي خالي يلا نحيدو من هنا ونتناقشوا. رجعنا للدار وهاد المره كانوا حريصين على انهم يسدوا عليا البيت باش ما نخرجش. ما تلاقيتش حتى مع الوالده ديالي وبالاحرى ما بغاش خالي يزيدها همي على الهم ديالها وما بغاش يقول لها بلي راه ولدها الوحيد راه تسطى. جلست في القنت ديال السرير ديالي بحال كيما جالس وكنشوف في رجلي الحفيانين وكنفكر في هادشي اللي دزت منه هاد الايام هادي كامل. تفكرت الجمله اللي كتعاود معايا في الكوابيس كامله: كمل قراءة الكتاب. وقفت باستقامه وغادي للبلاصه اللي خبيت فيها داك الكتاب الملعون، غادي وكنقول مع راسي انت هو السبب ديال اللعنه اللي طاردتني هادي ولحقت بيه وخاصني نتخلص منه. شديت الكتاب يلا بغيت نقطعو حتى كنحس بشي حاجه كتدفعني بالجهد حتى تنزح مع الحال. حاولت نقرب منه مره اخرى وكنحس بشي حاجه كتشدني من مورا ظهري غريبه وكتجرني، شي حاجه اللي قويه اكثر مني كتجرني حتى كنطيح. بزز باش جمعت القوه ديالي ونايض وكنقول معاه علاش كتحاول تبعدني؟ خليني نتخلص منه. ما لقيت حتى شي اشاره، بقيت جالس وكنحاول ننتهز الفرصه باش انني نطير على داك الكتاب ونقطعو، حتى بديت كنحس عاوتاني بنفس النفس، داك النفس السخون عاوتاني حدايا هكا تيقرب لحدايا ويقول لي بواحد الصوت انت اللي اختاريتي تدخل العالم ديالو. بديت كندور وكنقلب تنقول له شكون اللي كاين هنا؟ شكون اللي كاين؟ بعدوا مني اش بغيتو عندي؟ داك الصوت هو يجاوبني ويقول لي واخا تحرق الكتاب ولا واخا تقطعو واخا تخلص منه باي طريقه، حيت الدخول لهذا العالم الخروج منه مستحيل. باقي كندور بلاصتي وكنقول ليه شكون انت؟ فينك شكون انت؟ جاوبني وهو يقول لي ما من حقكش تعرفني شكون انا، كمل القرايه ديال الكتاب. وانا نوقف بلاصتي وانا نقول ليه ولا ما كملتوش. قال لي غادي تفقد الاهل ديالك والاحباب ديالك واحد مورا الاخر، ربما الام ديالك غادي تكون هي الثاني. مع سمعت الهضره ديالو طحت على ركابي ومستسلم للامر الواقع. درت واحد الزاويه بعشوائيه وبديت كنقول ليه لا عافاك الا الوالده ديالي، فقدت الاخت ديالي وفقدت الاب ديالي، الوالده ديالي لا عافاك. قال لي اذا خاصك تكمل فتح البوابه. حليت عيني وانا نقول ليه البوابه كيفاش؟ جاوبني هو يقول لي كمل القراءه. قربت للكتاب بشويه وانا كنزحف حيت ما بقاتش عندي حتى القدره انني نوقف ونتمشى على رجلي، وهاد المره ما بعدني حتى شي واحد عليه، بحال كيحسوا ولا كيعرفوا ان النيه ديالي تغيرت. كنت صحتي كامله كترعد، المشاعر ديالي كانت مختلطه ما بين الرعب والصدمه، مشاعر اللي باش نوصفها ما لقيت لهاش حتى شي مفرد في القاموس العاطفي. حليت الكتاب على الصفحه الثانيه وبديت كنقرا، وكل صفحه كملتها كانت كتمحى. شويه بديت كنسمع اصوات غريبه في البيت بحال قبائل كثيره كتعيش معايا في نفس الغرفه. الافكار ديالي كامله وقفها غير الصوت ديال الباب وهو كيتحل، وكنسمع الصوت ديال خالتي وهي كتقول لي اوصلت الوقيته ديال الغداء. سديت الكتاب ووقفت لعندها بعد ما ضغطت على راسي بزاف باش نوض، وعلامات العيا والتعب كانوا باينين عليا. قلت لها خالتي عافاك راه بغيت نبقى بوحدي، يسدي الباب من وراك. جاوبتني خالتي وهي تقول لي ولكن حنا درت بشويه وانا نمشي ونقول لها عافاك خالتي يسدي عليا الباب راني عندي. جاوبتني بواحد النبره اللي كلها حزن وهي تقول لي صافي كيف ما بغيتي يا ولدي. سمعت الخطوات ديالها وهي كتبعد باش تخرج من البيت، حتى كنسمع عاوتاني الصوت ديال الباب تيتسد وكيتسورت عليا من برا. حتى ديك الماكله في الارض وبديت كنكمل قراءه الكتاب. ما بقيت كنفكر في حتى شي حاجه من غير انني نتخلص من الكوابيس. وضاع مني النهار كامل وانا كنتهجى، حيت كيف ما عرفنا في الاول الكتاب مكتوب بالامازيغيه. فجاه حبست من القراءه من بعد ما سمعت الاصوات بدات كتكسر حدايا. درت وانا نقول مع راسي واش ضروري خصني زعما نكمل القرايه ديال هذا الكتاب؟ ما عرفتش علاش في واحد اللحظه درت كنشوف داك الطبسيل اللي حطيت فيه الماكله في الارض حتى كنلقاه خاوي ما فيه حتى شي حاجه. تخلعت والدم جمد ليا في عروقي. طرحت واحد السؤال وبحال كنهضر مع شي واحد كاين معايا في الغرفه وانا كلي عرقان كنتقاطر بالعرق. قلت ليه شحال نتوما؟ شحال بيكم؟ سمعت نفس الصوت تيقول لي بهدوء عدد لا يحصى، عدد كبير بزاف. شحال تقريبا؟ عشائر العالم السابع. قلت ليه بدون وعي اذا كنتي كتستغلني باش تحررهم. قال لي لا انت اللي تسببتي بهذا الشيء ملي قريتي اول صفحه. سديت الكتاب بالجهد وانا نقول لهم غادي نوقف من القراءه ديال ما جيتش فين نكمل الكلام ديالي حتى حسيت بواحد الطاقه هزيني في السماء وكنقول مع راسي اش هاد الحراره هذه كامله اللي كتحرقني. حتى سمعت واحد الصوت واحد اخر كيهضر معايا تيقول لي انت عبد ديالنا الان والعبد ضروري يطيع السيد ديالو. قلت بواحد النبره اللي كلها خوف انا عبد الله الواحد الاحد. قال لي داك النوع اللي ما يشركش بالخالق ديالو ولكن انت وقعتي العقد ديال اللعنه ديالو. بديت كنتحرك بزز وكنقول طلقني عافاك. قالوا لي بواحد النبره الا ما امتثلتيش الاوامر ديالنا عرف بلي العقاب ديالك غادي يكون قاسي بزاف. بصوت كله هزيمه كنقول لهم صافي واخا. طلقتني ديك القوه اللي كانت هزاني بسرعه البرق حتى طحت على الارض. الخلعه والصدمه في وقت واحد، عقلي حبس من التفكير.
جاني واحد الشعور اللي ما عمرني ما حسيت به، بحال كنتصارع مع شي قوه خفيه في البلاصه. حسيت بلي انا محتاج لشي قدره الهيه هي اللي غادي تنقذني من هادشي اللي كنعاني في الوقت الحالي. شويه بديت كنقرا ما تيسر من القران الكريم بالغوات بالجهد اللي عطاني الله، حيت في ديك اللحظه كان هذاك هو السلاح الوحيد ديالي، بل كان سلاح قوي. فجاه ولا سكات عندي حتى كنكتشف باللي دوك الاصوات كامله اختفت. شويه بديت كنجري حتى لحدا الباب وبديت كنخبط وكنخوت بالجهد اللي عطاني الله وخرجوني من هنا. ما دازش بزاف ديال الوقت حتى سمعت الصوت ديال خالتي من مورا الباب كيهضر معايا وكيخاطبني، تقول لي امير مالك امير. بديت كنحزرها وكنغوت وتنقول لها عافاك انا كنترجاك انك تخرجيني من هنا. حسيت بالم شديد في الحلق ديالي من كثره الغوات وانا نقول لها بواحد الصوت اللي مغاير على الصوت اللي كنت كنهضر معاها به. قلت لها حلي هاد اللعينه حلي. جاوبتني خالتي وهي تقول لي انت عارف بلي الحاله ديالك ما كتسمحش. جاوبتها بالصوت ديالي المعتاد وانا نقول لها عافاك يا خالتي انا كنتحرق هنايا، خليني نحرر راسي. من كثره الغوات والتحذير اللي كنت كنحذرها خالتي شفقات عليا وهي تقول لي بواحد النبره، قالت لي عافاك ولكن هادشي ما عمره ما غادي يتعاود. هضرت معاها حتى انا بشويه وانا نقول لها صافي كنواعدك خالتي. يلاه دورات خالتي الساروت في الباب باش تحل، وقبل ما حتى تدخل ولا تقول اي حاجه خرجت من البيت وغادي كنجري وسط الدار اللي كانت عامره كلها ضياف حتى وصلت للباب الكبير، الباب اللي على برا. كان ديك الساعه فات المغرب طاح الظلام وبديت كنجري بواحد السرعه اللي تخلي خالي ما يوصلش عليا وما يعرفنيش بلي راه هربت من الدار. فكرت بالاستعانه بواحد من الدجالين اللي كانوا معروفين سواء في الحي ديالنا ولا في الاحياء المجاوره. شحال هادي ما كنتش كنحمل انني نتعامل معاهم، ولكن للضرورات احكام، وانا حكمت على راسي بهذا الجحيم اللي ضروري نخرج منه. كنت كنجري وكنقرا ايات من القران بصوت عالي، اكتشف انه كلما حافظت على قراءه القران كانوا كيبعدوا مني. داكشي علاش بديت كنقراها حتى وصلت لواحد الدار كاينه في الحي اللي كاين قريب من الحي ديالنا. الدار هذه كانت ديال واحد الدجاله اللي كانت معروفه ومشهوره. بديت كندق الباب بالجهد اللي عطاني الله وكنغوت وعتقيناي تحل الباب ويخرج منه واحد المراه في الاربعينات من العمر ديالها. مع جاتني وتقول لي واش داكشي ما قدرتش حتى تكمل كلامها بحال شي حاجه عقدات ليها اللسان ديالها. هزات راسها الفوق بحال كتشوف شي شيء غريب كيدور بيا. قربت منها وانا طايح على ركابي وكنهضر معها بواحد النبره اللي مختلطه ما بين الرعب والتوسل وكنقول لها عافاك عتقيني انا محتاج للقوه ديالك باش نحرر نفسي. قالت لي بواحد الصوت اللي غليظ وهي دفعني وتقول لي سير في حالك. شديتها من الثوب ديالها اللي كانت لابسه كان اللون ديالو كحل وانا نقول لها انا عارفك قادره تواصلي مع الجن، داكشي علاش جيت عندك باش تعتقيني. قالت لي محجوبه انا ما عنديش قوه باش نقدر نوقف هاد الوحوش كاملين. ما خلاتش لي الفرصه حتى فين نقنعها حتى دفعتني برجلها اليسريه تحت الارض. وقبل ما نستجمع القوه ديالي باش نوض سمعت نفس الصوت عاوتاني تقول لي في ودني ما كاينش اللي غادي يخلصك منه وما كاينش شي واحد اللي غادي يقدر يعاونك حتى ولو كان من اقوى السحره في العالم. بديت كنحس بالاحباط وفقدت الامل، والحاجه الوحيده كدور لي في دماغي هي شنو غادي يطرى لي الا ما لبيتش الرغبات ديالهم كاملين. ولكن ما خصنيش نعرض الاهل ديالي وحبابي للخطر. حتى كنسمع في ودني يا اما غادي تكمل الكتاب والا قطعت وانا كل غاضب وانا نكون لي ما عرفتكش شكون انت، واش معايا بعدا ولا ضدي. واللي يكون في بالك انني ما غاديش نكمل هذا الكتاب هذا واخا يطرى اللي بغى يطرى. دازو بضع ثواني حتى كنسمع الصوت ديال الخاله ديالي تابعني وكتغوت انير مالك شنو طاري ليك مالك. درت لعندها باش نتصدم من الكم الهائل ديال الناس اللي كانوا كيتفرجوا فيا وانا نغوت عاوتاني وانا نقول لها سيري بحالك خالتي راه غادي يقتلوك. شفتي خالتي تقول لي واش تسطيتي اجي هنا يكفي هادشي اللي واقع للام ديالي. درت معاها بواحد الصوت اللي ما نخافت شي شويه باش ما يسمعونيش بزاف ديال الناس. قلت لها سمحي لي يا خالتي ولكن الوجود ديالي معكم غادي يسبب لكم هي الكوارث. ما سمعتش الهضره ديالها بديت كنجري في الاتجاه المعاكس ليها وغادي كنردد في ايات قرانيه عاوتاني. غادي كنجري نحو وجهه مجهوله ما عرفتش حتى فين غادي كنجري حتى كنسمع صوته كيخاطبني تيقول لي الهروب ديالك ما عنده فاش ينفع. غادي كنجري حتى وصلت للحي الاخر. وصلت لواحد الدار بديت كندق وكنغوت عتقني عافاك الله يرحم لك الوالدين. حلت لي بنت صغيره وهي تقول لي شكون انت اشنو بغيتي. ما سمعتش لهضرتها ودخلت كنغوت وسط الدار. فين كان هذا المشعوذ خرج عتقني. فين كان المشعوذ خرج عتقني. خرج واحد الراجل كبير من وحده من الغرف ويقول لي شكون عطاك الاذن باش تدخل للدار ديالي. قلت له راني عارف بلي دخلت بدون اذن ولكن عافاك عاوني راني كنموت كل دقيقه كدوز. الرجل الكبير بدا تيشوف في الارجاء ديال البيت ديالو ويقول لي وصحته كامله كترعد كيفاش حررتي هذا الكم الهائل من الجن. قلت لي راه قريت واحد الكتاب. قال لي راه قريت بزاف ديال الكتب ديال استحضار الجن والعفاريت ولكن هذه القبيله راه ما عمرني ما شفتها. طحت على ركبتي وبديت كنتوسل وكنحذر عافاك عاوني باش نتفك منهم. قال لي داك الراجل الكبير وعينيه لاصقين في واحد الزاويه من السقف تيقول لي اش من كتاب قريتي. حضرت راسي وانا نقول ليه باحباط كتاب ما عنده لا عنوان ولا غلاف ولا حتى دار نشر، كان مجرد اوراق مجموعه بحال هكا بواحد الخيط مكتوبه بالامازيغيه. شاف فيا ويسولني قال لي واش الحروف ديالو كامل مكتوبه بالامازيغيه. قلت ليه لا كاينه جمله مكتوبه بالعربيه مكتوبه سحر انقاذ. الراجل ما قدرش يشد راسو وهو يطيح ويقول لي بواحد الصدمه قال لي مستحيل حررتي اقوى قبيله انقاذ. قلت ليه قبيلته شنو؟ ناض بالزربه هو بدا تيدفعني وتيقول لي سير بحالك سير انت كتشكل خطر على اي واحد كاين حداك ولا جيت نعاونك غادي نسبب في الهلاك لراسي حتى انا. القوه ديالي ما عندها فاش تعاونك حيت طيحتي راسك في واحد المتاهه اللي ما عندهاش مخرج. بركت بالجهد برجليا باش ما يقدرش يدفعني وانا نشوف فيه. قلت لي
عاون. قال لي عندك حل واحد رغم انني ما غاديش نعتبره مساعده. قلت لها شنو هو؟ قال لي خاصك تمشي لمحكمه الجن عند قاضي الجن. قلت لها اش من قاضي هذا عاوتاني؟ قال لي جا مهاروش، سير الجبل تبقى له تما الناس غادي يوريوك فين غتمشي. قلت له كيفاش؟ قال لي ولكن خاصك تدي معاك قربان للقاء ديالو. سد الباب ديالو من بعد ما دفعني برا، حتى خاطبني عاوتاني الصوت الغريب مره واحده اخرى وتيقول لي وياك هادشي راه ماشي في مصلحتك. قلت لي سكتنا ريح بلا وجهها. غادرت داك الحي وغادي كنجري، كنت غادي متجه للمحطه ديال المدينه. طلعت في الطوبيس اللي كان كيوصل لجهه المحطه باش نشد الكار اللي غادي يديني لمدينه مراكش. كان الامر مشابه لانني غادي نهاجر من بلادي لبلد مجهول وما عارفش واش ممكن نرجع ولا مستحيل، ولكن وعدت راسي انني غادي نرجع للدار وبخير. وصلت للمحطه ديال الكيران ووقفني واحد الراجل قال لي فين غادي؟ قلت ليه انا غادي لمراكش. قال لي واخا هو الكار هنايا، سير لقي شي قطع الورقه ديالك بعدا. قلت ليه انا ما عنديش الفلوس. دار طالع لي الدم ويقول لك ايوا صافي هادشي اللي بقى خاصنا هاد الطلاب. شديتو بيديا بجوج وانا كنحزرو كنقول لي الله يستر عليك راه ضروري خصني نمشي لتما وفي اقرب وقت. دفعني حتى هو زهري انايا مع الدفع والركيب. قال لي شنو بغيتيني ندير لك؟ ضروري خاصك تقطع الورقه ديالك ولا راه ما غاديش تطلع للكار. ما حسيتش حتى بديت كنغوت وكنقول لي ضروري خصني نتلاقى مع شمهاروش ضروري. سمعني واحد الشاب كان واقف قريب لينا هو يقول لي واش باغي تلاقى مع قاضي الجن؟ درت عنده وانا نجاوبو ونقول ليه انا وعائلتي راه حنا في خطر. قال لي حتى انا غادي لتما يلاه معايا. قلت له ولكن انا راه ما عنديش الفلوس. قال لي واش انا سولتك على شي فلوس؟ غير يلاه انا غادي نقطع عليك الورقه ديال الكار. طلعت للكار وانا كنبان غريب الاطوار، وجهي صفر وغادي وكنعاتب راسي على الحماقات اللي خلاتني نوصل لهذا الشيء كامل. كل شويه كنت كنردد ايات قرانيه باش ما نصيبش دوك الناس اللي راكبين معايا في داك الكار بشي لعنه. وبين ما جالس ساهي كنعوم في الافكار ديالي. كيقاطعني الصوت ديال الشاب اللي كان راكب معايا كيقول لي